السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم، شهر شعبان. ان شاء الله يا رب كلها ايام معدودة، وان شاء الله نستقبل شهر الخير والرحمة والمغفرة والغفران، شهر رمضان. اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام يا ارحم الراحمين. طبعا انا يعني عملت لكم الفيديو ده مخصوص عشان خاطر كلنا ما نفوتش ليلة النصف من شعبان. طبعا انتوا عارفين اهمية ليلة النصف من شعبان. هي الليلة اللي بتيجي على طول، بتيجي ليلة القدر. طبعا شوفوا ليلة القدر بتبقى فيها يعني سبحان الله على جمالها، وعلى كل العطايا الربانية اللي ربنا بيعطيها لنا في ليلة القدر. يليها على طول هي ليلة النصف من شعبان. فيا ريت يا ريت ما تفوتوش ليلة النصف من شعبان، اللي هو اليوم ال 14 من شهر شعبان، من بعد صلاة المغرب لغاية تاني يوم الفجر بإذن الله. اقعدوا بقى صلوا كده صلاة، اتقربوا إلى ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى في الليلة دي بترفع الأعمال فينا، وعايزين ترفع أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة بالطاعات والتقرب إلى الله. ازاي بقى؟ ان شاء الله هنعرف في الفيديو، بس تابعوني وما تنسوش اهم حاجة اللايك والاشتراك في القناة، وكمان دعوة حلوة لاختكم ماما عزة. ربنا يكرمكم ويكرمنا كده ويعوض علينا جميعا ان شاء الله بالخير والصحة والسعادة والامن والامان يا رب العالمين. وما ننساش اهم حاجة، ندعي لاخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، ربنا ينصرهم ان شاء الله نصر عزيز مقتدر يا رب، يثبت اقدامهم، وان شاء الله ربنا يجبرهم جبرا يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى. حبايبي واخواتي في الله، ليلة النصف من شعبان، من بعد صلاة المغرب في اليوم ال 14 من شهر شعبان ان شاء الله. هنقعد بقى نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، ونقول لربنا اللي احنا عايزين نطلبه منه. ربنا كريم عطوف رؤوف ودود، ربنا رحيم، ربنا واسع المغفرة وذي العطاء والرحمة. يا رب تكرمنا وتشملنا بعطفه وبرحمته علينا يا رب، وتكرمنا يا رب فيه وترضى علينا، وتصلح حالنا وحال أولادنا يا رب العالمين، وتصلح أحوال البلاد وتصلح أحوال العباد يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ان شاء الله هنتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى بكذا طاعه، بشويه كده، شويه حاجات كده ربنا يحبنا فيهم. وهم الطاعات عموما حلوه وجميله في كل السنه، فما بالك في ليله النصف من شعبان اللي الملائكه بتتنزل فيها بتسمع دعائنا وبتسمع شكوتنا الى الله سبحانه وتعالى، واحنا بنقول له يا رب، يا رب ارحمنا وارشدنا للخير، واجبر خاطرنا وطبطب علينا يا رب، وكرمنا يا رب، اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين. وكرمنا بكرمك وبعطفك وبجودك وبعطائك الواسع يا أكرم الأكرمين، يا واهب النعم، يا واسع الكرم، يا صاحب العطاء والجود والكرم. اقعدوا ادعوا، ادعوا قولوا اللي نفسكم فيه. ربنا كريم، ربنا بيحب يسمع عبده وهو بيدعوه. طبطبوا على اليتيم في اليوم ده، احنا بنبقى صايمين، زودوا شوية في الوجبات وطلعوها لناس مساكين، ناس أيتام، طلعوها. ربنا بيحب اللي بيكرم اليتيم قوي، وبيحب يكرم ربنا بيحب اللي بيطعم المساكين. وكله من فضل الله يا جماعة. والله العظيم الفلوس اللي انتوا هتطلعوها هترجع صحة وستر وعافية ورضا وبركة في العمر وبركة في الأولاد وبركة في الرزق وبركة، هترجع لنا حاجات كتيرة قوي غير رضا ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقول ادعوني استجب لكم. ادعوا، اقعدوا ادعوا في هذه الليلة، ما تبطلوش دعاء. اقعدوا ادعوا في الليلة دي كل اللي انتوا عايزين تدعوا ربنا وتقولوا ربنا قولوه. يا جماعة الخير والله ليلة عظيمة، ليلة مفترجة، والشهر مفترج وليالي مفترجة. يا رب تكرمنا فيه يا رب، يا رب تكبر بخاطرنا يا رب، يا رب ترضى علينا وتصلح حالنا وحال ولادنا يا رب، يا رب ترضى علينا وتطبطب علينا يا رب، طبطب علينا يا رب، طبطب علينا يا واسع الرحمة والمغفرة، يا كريم يا رحمن يا رحيم. صلوا وافرحوا وادعوا واطعموا المساكين في هذه الليلة. اطعموا المساكين، حتى طلعوا صدقات، ما نقص المال من صدقة والله العظيم. زي ما قلت لكم الفلوس اللي هتطلعوها هتطلع لكم، هتجيلكوا ستر وصحة وشفاء من أمراض و... وعافية وبركة في الأولاد وبركة في صحتكم وشفاء من الأسحار لو كان في حد أذي حد بسحر. والله العظيم مستجاب الدعاء، كل اللي نفسكم فيها هيرجع لكم بالصدقة. الصدقة اللي انتوا بتطلعوها لليتيم والله هترجع لكم أضعاف مضاعفة. سبحان الله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف.
انت لو طلعت 10 جنيه هتجيلك 1000 جنيه، وغير كده ربنا هيبارك فيه وهيزيدك، لان ما نقص مال من صدقة يا جماعة في هذه الليلة. تقربوا الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بالصدقات وبالصيام وقراءة القرآن والصلاة على النبي والاستغفار، وقعدوا لحي على الله في الدعاء، قولوا يا رب احنا احنا يا رب نفسنا يا رب تطبطب علينا، تكبر بخاطرنا يا رب، تخلي لنا ولادنا يا رب، وتصلح حال البنات والشباب والأزواج والزوجات يا رب. يا كريم، يا رحمن، يا رحيم، يا واهب النعم، اتقربوا إلى الله. والله ليلة عظيمة وليلة مفترجة، والله الليلة دي يا جماعة بعديها يعني ليلة القدر بتيجي بعديها ليلة النصف من شعبان. عشان كده بقول لكم ما تبطلوش دعاء، ما اللي انتوا نفسكم فيه قولوا لربنا، ربنا بيسمعنا وبيحب يسمعنا، وربنا في الليلة دي بيستجيب دعائنا. ادعي لكل مريض، المريض ادعوا له ربنا يشفيه، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وادعوا للي غابوا عننا، اللي مش موجودين معانا ادعوا لهم بالرحمة والمغفرة يا رب العالمين يا رب. يا رب تكرمنا في ولادنا وتصلح حالنا وحل أحوال البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. جماعة الخير، كل سنة وانتم طيبين. بالله عليكم ما تفوتوا الليلة دي، ليلة ال14 من بعد صلاة المغرب لتاني يوم صلاة الفجر. اقعدوا ادعوا وصلوا ركعتين لله سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، واطلبوا من الله سبحانه وتعالى اللي انتوا عايزينه كله، ربنا عنده خزائنه لا تنفد، إن الله سميع مجيب الدعاء. كل سنة وانتم طيبين.